الوطنيات سطرت بالدماء أمام أعين الجميع، والكل شاف هذا الشيء. كلياتنا ضحينا وقدمنا وانطلقنا ندفن شهدائنا ونكمل. تحية إجلال وأكبار للشعب السوري اللي انتفض غيرة على علم الثورة السورية، اللي كفن فيه آلاف الشهداء وانتصرت الثورة السورية وصار علم الجمهورية العربية السورية بالمجمل. هذا العلم اللي كسر أحلام الانفصاليين على جميع حدود الدولة السورية. الانفصاليين اللي تحاربوا بالسلاح وكانوا عدو للشعب الكردي بحد ذاته، واللي كانوا عدو لمكونات الشعب السوري بأكمله بجميع المكونات الأخرى اللي كانت عم تحاول تعمل دولة لحالها. هاي الأحلام انتهت، هذا المشروع الانفصالي انتهى وتدمر. الشعب السوري بجميع مكوناته تحت راية علم الدولة السورية، وأي إهانة لهذا العلم هو إهانة للشعب السوري بجميع مكوناته. شكرا للأمن الداخلي اللي استجاب على الفور باعتقال هذا المجرم. ليش قلنا عنه مجرم؟ لأنه مس كرامة شهدائنا، كرامة معتقلينا والمصابين اللي ضحوا تحت هاي الراية حتى وصلوا لتكون سوريا معنا أجمع. يرتفع علم الثورة السورية في نص روسيا، بيرتفع علم الثورة السورية في جميع دول العالم، في جميع المحافل، في جميع الاتفاقيات، واللي بيمسه هو يمس الشعب السوري. هذا الفعل الشنيع على الدولة السورية اتخاذ الإجراءات بإيقاع أقصى العقوبات بحق من مس بهذا العلم، وكل مين صفق لإنزاله إن كان بوعي وإن كان بشكل مقصود. يا ناس، أمر طبيعي أنك تكون كسرت راس أصحاب المشاريع القنديليين تحت هذا العلم، أنه يجي يحرق وينزل ويشتغل أفعال يمين ويسار، أنه عم يتشبث. مو بيقول لك الغريق بيتعلق بقشي، عمليات استفزازية، ولكن يجب أن تلاقى بيد من حديد تضرب فيها. الشعب الكردي كان عم يحتفل بعيد النيروز، شفنا امبارحة الغالبية رافع علم الثورة في عفرين وفي غيرها من هي الاحتفالات. هذا الأمر عم يغيظ كل مين له أهداف، كل مين له غايات في سوريا، وهي حقيقة، وما هي إنه والله عم نزيد كلام وعم نعمل وطنيات وغيرها. الوطنيات سطرت بالدماء أمام أعين الجميع، والكل شاف هذا الشيء. كلياتنا ضحينا وقدمنا وانطلقنا ندفن شهدائنا ونكمل، وأحيانا نحن ما نحضر الدفن، مكملين هذا الطريق ورافعين العلم وماشيين حتى سوريا تجتمع. وقريبا أحلام الانفصاليين سواء كانت بالحسكي أو بغير مكان آخر، أهلنا في الحسكي لا تتعجلوا، مثل ما وعدنا ونحن في الرقعة الضيقة في إدلب، في هذا المكان الضيق اللي كنا فيه واللي أنا هلق فيه، وحررنا وتوسعنا ووصلنا، وعدنا وارتفع في دمشق، وعدنا وارتفع في حمص وفي حماه وفي غيرها، وعدنا أنه رح يرتفع في الجزيرة السورية، رفعناه في دير الزور وفي الرقة، رفعناه رفع رجال ونحن داخلين. كسرنا رؤوس الانفصاليين بإرادة الشعب السوري أجمع، ورح يرتفع على العموم في كل المناطق حتى داخل مدينة الحسكي وغيرها وغيراتها، حتى ما يبقى أي أمل لأي مشروع انفصالي. اللي رح يمد إيده للدولة السورية وللشعب السوري مدت له إيدها وقالت له أهلا وسهلا ونحن بنحميك ونحن معك. واللي لسه عم يحلم بانفصال خسئت. آخر شيء تقابل بالقوة، العينة والروحة للي بيفهم بالعينة والروحة، والزورة والولاك للي بيستاهلها، والبارودي للي بيفكر انه يهين شعب في جميع مكوناته. السلام عليكم.